السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأسوي لكم دورة تعليمية للمنتدى للأعضاء الجدد اللي ما يعرفون المنتدى. دورة تعليمية بسيطة، شلون تسجل وشلون نضيف مواضيع وشلون نسوي صورة رمزية وتوقيع. نبدأ الشرح. أول شي طب صفحة المنتدى الرئيسية، هاي صفحة المنتدى الرئيسية. طبعا شي ستندر انه اول ما نطب اي منتدى حنلقى هاي اهلا وسهلا بك في منتديات عراق ميوزك. هذا الحكي، وهنا كمان شافنا ان تقوم بالتسجيل اضغط هنا. احنا بكل الاحوال اذا نريد نسجل ندوس اضغط هنا كليك. دخلنا قائمة التسجيل. هاي قوانين شروط المنتدى ما له حاجة تقراها. دوس كليك هنا ثم تسجيل. حيودينا صفحة تسجيل. هاي المعلومات اللي لازم ندخلها. صفحة تسجيل، ندخل هنا الاسم، كلمة المرور، هنا ندخل الايميل، لازم يكون كامل الايميل، وهنا كذلك ندخل الايميل. هنا ندخل الحروف اللي بالصورة A W N 8 J R. هاي باقي كل اوفن. دوس هنا كليك ومن ثم اكمال التسجيل. طلع لنا خطأ انه كلمة المرور دخلناه غير متطابقة، يعني بهذا المستطيل الباسورد اللي دخلناه مو نفسه هنا، فنعيد دخول الباسورد هنا وهنا، لازم يكون نفسه. ونروح على اكمال التسجيل. تم تسجيل الدخول، شكرا لك شطر العراق، لقد تم تسجيلك الان. بعد عادي هاي الحكي. هسه احنا مسجلين بالمنتدى وصرنا عضو من اعضاء المنتدى. نطب الملف الشخصي، هذا الملف الشخصي مالتنا. هنا بعد احنا نعدل اللي نريد نضيفه، لونك المفضل نختار فرضا احمر، الشهر، شقد عمر، واظهار اخفاء او الميلاد تريد تخليه العالم تشوفه مش تشوفه الاعضاء باقي الاعضاء. هذا هيك. بعد هنا تدخل الايميل مالتك اذا تريد يشوفوا الزوار والاعضاء عادي بصورة طبيعية. هذا الحكي بعد كله ما لي شي. حفظ تغييرات، اختيار الجنس ذكر، اكو ذكر اكو انثى، نختار ذكر. هي بعد حسب الجنس، إن كانت انثى نختار انثى. بهاي الصورة كملنا تسجيل. ندخل لوحة التحكم مالتنا. هاي لوحة التحكم. هنا نعدل التوقيع او تعديل صورة الملف الشخصي، او تعديل الصورة الرمزية، او تعديل التوقيع، او تعديل بريد وكلمة المرور. طبعا الصورة الرمزية يعني تكون دائما جوا اسم العضو، عبارة عن صورة حلوة اي شي. نضغط عليها ونشوف. ها هنا عاد من نريد نختار الصورة نضغط على تصفح اذا كانت بالحاسبة، واذا كانت رابط عندنا رابط مال الصورة بس ندخله هنا وندوس حفظ. نختار لنا صورة.
فرضا هاي كليكين حفظ تغييرات. هاي الصورة رمزية صارت ثابتة بعد. اي مكان باي قسم من ترد وشارك تطلع اسمك وجوا الصورة الرمزية مالتك. هسه طبعا التوقيع. هذا التوقيع هنا يعني شلون تقدر تقول كل نهاية موضوع تشارك بيه او مجرد انه ترد على موضوع حيطلع التوقيع مالتك بشكل مربع. يعني اي شي تريد تضيفه، كتابة حلوة، صورة عبارة عن قلب، اي شي تكون يعجبك. اراويكم مثال على هذا التوقيع. نطبل اي موضوع. هاي الصورة رمزية، العفو. هاي صورة رمزية تكون دائما تحت الاسم. هاي صورة توصل العراقي رمزية اللي هي مالتي، وهاي المشاركة، وهذا التوقيع. التوقيع هاي التوقيع مالتي. انا هنا اغنية والصورة طبعا اغنية مال جي فاير. هنا المعلومات للعضو. هذا التوقيع. شي سهل وحلو ومرتب. على كل، اذا نريد نضيف موضوع جديد ندخل الصفحة الرئيسية مال الموقع الرئيسية. هاي الصفحة الرئيسية مال الموقع. اي مكان هاي الاقسام: كرسي الاعتراف، منتدى الأعضاء، منتدى العام، دليل سياحي، منتدى المغتربين، منتدى الاسلامي. اي قسم يعجبك نختار فرضا. طب هنا طبينا القسم منتدى شكاوى واقتراحات الدردشة. هنا يطلع موضوع جديد بصورة عامة. اي منتدى، اي موقع، موضوع جديد يطلع هنا مكتوب موضوع جديد، ندوس كليك. هاي الواجهة مال موضوع جديد. هنا نكتب عنوان الموضوع: دورة تعليمية للمنتدى. وهنا تكتب اللي تريده: دورة تعليمية لتعلم المنتدى بصورة عامة، الصوت والصورة. طبعا هنا الكتابة اللي حيطلع بالموضوع اللي احنا حنضيفه. نقدر نغير به هواي اشياء من هنا. اولا هاي الحجم، كبرنا الكتابة ونقدر نصغره. وهنا اللون، نختار اللون اللي يعجبنا. وهنا نختار بالوسط، على صفحة، وهاي الادوات بعد اكيد تعرفوها. على كل نختار ايقونة اي شي. هاي فرضا اعتمد موضوع جديد. نضاف موضوع جديد. طبعا نضاف باسم الأميرة النائمة لأن تسجيل الدخول باسم الأميرة النائمة. واحد دخلت بيه وظل مسجل دخول اسم الأميرة النائمة، مو مشكلة. هاي الصورة رمزية وهذا الموضوع انضاف وكل شي تمام. هاي التوقيع كل شي تمام مرتب. وإن شاء الله يعجبكم الشرح، وأي سؤال استفسار أرسلون على الإيميل وأنا جاهز لأي شي. تحياتي.